السلام عليكم متتبعي الاوفياء، مع فيديو جديد. اليوم ان شاء الله غادي ندير لكم وصفه دجاج محمر. اذا غادي نحتاج دجاجه تكون كتوزن 2 كيلو. بطبيعه الحال خاصها تكون مغسوله مزيان من قبل. ومن بعد كناخذ ميكسور كندير فيه القزبور وربعه فصوص ديال الثومه واللوب ديال حامضه مصيره، ومن الاحسن تكون بلديه. كنفضل انا تكون بلديه. ومن بعد كناخذ بالنسبه للتوابل غادي نحتاج نصف ملعقه ديال الهريسه وضمه ديال الزعفران والابزار واسكنجبير وشويه ديال السمن والقرفه. واخيرا كناخذ ربع كاس ديال الماء اللي غادي يخلط ليا الخليط ديالي في الميكسور. كنخلط الخليط ديالي مزيان. ومن بعد غادي ناخذ الدجاجه ديالي اللي ديجا غسلناها من قبل، كندهنها مزيان بهاد الشرموله. راه غادي تشوفوا معايا في الفيديو ديالي. كناخذ الاناء غادي ندير فيه الدجاجه، ومن بعد غادي ندهنها مزيان بهاد الشرموله باش تخلي الشرموله الدجاجه مزيان. من بعد غادي ناخذ الدجاجه غادي نتقبها. المهم كنتمنى ان راه كلشي يكون واضح في الفيديو ديالي كما كتلاحظوا معايا. من بعد ما كنشرمل الدجاجه ديالي بطبيعه الحال غادي خاصني نعقد ليها رجليها بالخيط باش الا غادي طيب باش ما تحليه. ومن بعد كنحطها في الاناء. كناخذ الطنجره ديالي كندير فيها نصف كاس ديال زيت الزيتون وزيت المائده، وكنقطع 2 بصلات مقطعين ومشرملين. كنشحرهم مزيان مزيان حتى يولي اللون ديالها بني. وكناخذ على هاد النقطه كنزيد ناكد عليها لان هاد اللون هو اللي غادي يعطيني اللون ديال الضغميره. وكنزيد نضيف الماء الساخن، ومن بعد كندير نفس التوابل اللي درنا من قبل. كنحركهم بشويه بشويه. ومن بعد ما كندير هاد العمليه كندير الدجاجه ديالي وكنحطها على الصدر ديالها. ومن بعد كنضيف ديك الشرموله اللي تبقات ليا وكنسد على الطنجره ديالي. كنضيف ليها الزعفران الحر وكنخلي الطنجره ديالي الدجاجه ديالي كطيب ليا لمده 45 دقيقه. واكيد عاوتاني راه هذه باينه. كنتقب الدجاجه ديالي باش تخليها ديك التغميره، وكنخلي الدجاجه ديالي كطيب مده 45 دقيقه. ومن بعد كنزول الدجاجه ديالي. انا هنا غادي نخليها تحمر في الفران على 200 درجه. كندهنها بالزبده حسب اختيار، على حسب واش بالزيت اولا بالزبده. دابا كما كتشوفوا معايا المرق ديالي من بعد ما كيطيب كنضيف ليه داك الزيتون الاحمر، كنخليه يطيب معاه شويه. وكتشوفوا المرق دايره ولا خاطر، راه باينه التغميره كي دايره. وبعد ما حمرت الدجاجه ديالي غادي نحط المرق في اناء التقديم، ثم غادي نحط فوق منه الدجاج اللي حمرت. واخيرا غادي نزينها بقشور حامضه مصيره. وهذا هو الشكل النهائي. هكذا كنكونوا وصلنا لنهايه الفيديو.